حقق نادي الهلال السعودي تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة مع ضيفه ناف بخور الأوزبكي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. شهدت التشكيلة الأساسية للهلال مشاركة الأجانب نيمار وروبن نيفيز وألكسندر متروفيتش ومالكوم دي أوليفييرا وميشايل دي أوليفييرا. انتهى الشوط الأول بين الهلال وصيف النسخة الأخيرة وناف بخور بالتعادل السلبي على استاد الملك فهد الدولي. في الدقيقة 52 سجل توما تاباتادزي هدف الضيوف من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة وعمل رائع. وفي الدقيقة 100 سجل علي البليهي هدف التعادل للهلال من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من ميشايل دي أوليفييرا. يتصدر هذه المجموعة النساجي الإيراني بعد أن فاز 2-0 على مومباي سيتي الهندي، ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النساجي الإيراني يوم الثلاثاء 3 أكتوبر المقبل. وعلق الإعلام الرياضي محمد شنوان العنزي على المباراة التي انتهت بالتعادل حيث قال: نسيت أن أخبركم، مبروك للاتحاد، فوز مهم ودائما مجملنا العميد الكبير. وأضاف العنزي ساخرا: مبروك للهلال تعادل بطعم الفوز، ولكن نيمار لديه تصرفات غريبة لا يمكن تصدر من لاعب كبير يستحق الطرد، والحمد لله عدها الحكم. وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة تعدى اللاعب البرازيلي نجم نادي الهلال نيمار جونيور على لاعب ناف بخور بدفعه ثم ضربه بالكرة، ما اضطر الحكم الإماراتي إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجهه